يا رجل يا مؤمن، انت لا تتسرع بالاحكام على الناس. انت سبحان الله العظيم لا يغرنك ما ترى من الناس، بالعكس. عائشة بنت الامام احمد عندها 9 سنوات، وتسمع الامام احمد كل صلاة يدعو للامام الشافعي: اللهم بارك في محمد بن رزق، اللهم بارك في عمره، اللهم بارك في علمه. تقول: من هذا الذي تدعو له في كل صلاة يا ابتي؟ يقول لها: يا بنيتي، او يعني في رواية ابن عبد الله، المهم يعني هذا هو الشافعي، كالشمس بالنسبة للدنيا وكالعافية بالنسبة للبدن. فالشافعي راح يزور الامام احمد. عائشة بنته 9 سنوات بس متربية ببيت احمد بن حنبل، عايزة تشوف مين الشافعي ده، كيف قيامه بالليل. صلى العشاء ورجع مع الامام احمد، نظرت البنت على الامام الشافعي، الطبق اللي موضوع امامه مسحه مسحا. قالت: الله. يقولوا العلماء والاولياء والناس الصالحين يعني اذا اكلوا ايه قللوا الاكل ده، يعني ما شاء الله يعني اكل باخلاص، زي انت بتعمل كده بعد شوي. سبحان الله. حاكم انت تاكل، لما تاكل باخلاص، تنام باخلاص، تشتغل انت عارف. المهم يعني سبحان الله. فسبحان الله العظيم، غير الطيب على كل، يمكن اكل يمكن جائع، وبعدين تنظر عليه كل شوية تلاقيه مضطجع على جنبه اليمين كده وحاطط يده كده، ساعة 2 3 قبل الفجر بشوية راح وقف: الله اكبر، وقام يصلي. قالت: لا، لم تتحمل. ابوها: هات الافطار يا بنتي عقبال ما نروح نصلي الفجر. قال: لا ابتي، في امر غريب. الراجل بتدعي له كل صلاة ده وتقول الشافعي الشافعي الشافعي، اكل بالليل وما شاء الله اخلص في الاخر، وبعدين نام طول الليل، وانتم بتقولوا يعني تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ولما صلى من غير وضوء. والله يا بنت احنا هنغتاب الشيخ، عندنا الضيف، انا احكي له. ابنتي راقبتك فلاحظت كذا وكذا، عشان يبقى الامور واضحة يعني. البارك الله فيها. اما اني اكلت حتى اخذت الطعام كله، لان الطعام الحلال شفاء من كل داء، وهل هناك احل من طعام آل ابن حنبل؟ يا سعد ايه؟ ها اطب ايه؟ اطب مطعمك، فان العبد لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه لا يتقبل الله عملا. سبحان الله. 40 يوما. سبحان الله. تخيل في ناس، بالله عليك، انا مش قلت لك قبل انا اتمنى ان اقبل يد الكناس الذي في الشارع، لان عمله شريف، ولا استطيع ان اقبل يد مدير البنك. ما استطيع يعني اقبل يد الرجل الذي يعمل بشرف ولا الذي، لكن اذا قورنوا في المجتمع الخارجي تصافح من ولا تصافح من، يبقى التسرع في الاحكام. سبحان الله. طيب، ولما نمت يا امام وقمت من غير صلاة، من غير وضوء تصلي، قال: كانت قد استعصت علي 41 مسألة من مسائل الفقه، فببركة وجودي في بيتكم رأيت حلا لها وإجابات في 39 مسألة، فاضطجعت حتى حللتها حتى أذن الفجر وقمت أصلي. يبقى التسرع في الأحكام من البنت هو نفس التسرع بتاع الأحكام بتاعنا.